عند أصور لكم من مكان يسمى بشجرة الحب. طبعا هذا كله مرتبط بالقديسة عنبة. هذه شجرة الحب. طبعا كل العشاق يزوروها ويصورون يمها ويكتبون ذكرى على جذع الشجرة وعلى هذه الكراسي. طبعا الكل جاي لهاي الشجرة، والكل كاتب هنا ذكرى. خلينا نشوف هل ذكرانا ممحوة أم باقي بعد كل هالسنين. نشوف الله. الجذع، الذكريات المكتوبة على الجذع منتهي، الله يرحمهن، رايحات، ما باقي لهن أثر، كلها رايحة. هاي كلها جديدة، شايفين؟ كل يجي يكتب ذكرى على هذه الشجرة المسكينة. هاي الشجرة صايرة ممسحة العالم، الكل يجي يشوف. خلينا نشوف إن كان لنا ذكرى. شايفين هاي كلها ذكريات لناس كانوا يحبون بعض، كتبوا لهم ذكريات لنا. أكثر الذكريات طبعا ممحوة، ولربما إنه العلاقة انمحت، فمحى زمن الذكرى أيضا. هنا عشاق كان لهم قصص، كانوا يعيشون الحب سنين وأنا أمر منا. على فكرة مصور عرسان هنا يعني أيضا يجون يصورون هنا، لأن السبب عندهم ذكرى. هذا أيضا مقصد آخر للعشاق في جزيرة قبرص. طبعا قاصين من الشجرة همينة. هاي الناس كاتبين ذكرى هنا، شايف؟ والشجرة دائما تتغير مثل الحين، تغير بجلدها، فما تفقد ذكريات، ما تفقد، تنمحي، تروح ويا أصحابها ويا ناسها ويا عالم. الله، وكان لنا ذكرى هنا، الحمد لله. شايفين؟ كاتبين ذكرى هنا، شايفين شلون؟ هاي كل سنة الشجرة تذب جلدها. هاي ذكرى جديدة مكتوبة. وهذه الشجرة القديسة، هذه شجرة الذكريات. الله، هذه الشجرة لا يمكن لعشاق مروا من قبرص وما مروا من يم هاي الشجرة، لأن معروفة جدا عند البرامج السياحية، عند المكاتب السياحية. موجودة هذه في بعض القصص والمؤرخات الأوروبية. هذه الشجرة مذكورة، يعني دعوة ترى مشهورة. هذه أشهر شجرة بالعالم. ما أدري إذا أكو أشجار ثانية، لكن حسب توقعي هذه الشجرة إلها مقام ولها معزة للناس. قلت لكم هذا مكان آخر مقدس للعشاق. هذه المنطقة بالظل، هذه الكراسي، هذه سجلت ذكريات كثيرة. ربما ناس ماتوا، ربما ناس عايشين، ناس كبار هسه بالعمر، ذكراهم انمحت وياهم، ما فقد. مثل ما انمحت ذكرانا احنا وتنمحي ذكرانا من الوجود.